يا صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم صبايا. نورتوا القناة. قبل ما نبلش الفيديو واحكي لكم تفاصيل الفيديو، لا تنسوا تعملوا لي لايك، واللي يفوت أول مرة على القناة يشترك بالقناة فضلا وليس أمرا. اليوم فطوري حبيته هيك يكون صحي. أنا كل يوم عم بفطر، بس يعني ما كتير، اللهم صل على سيدنا محمد، عم بهتم بفطوري إنه هيك بدي أفطر هيك بسرعة، شو ما كان سندويشة شو ما كان، وخاصة وقت بدي أطلع من البيت. فاليوم قررت إنه هيك أسلق بيض وأفطر بيض. هلا البيض لازم كل يوم كل يوم أفطر، بس أنا ما بعرف ليش بتكاسل من إني أسلق بيض. هلا لما بيكون جاهز موجود بحطه هيك على السريع وخلص. ما بتكاسل، يعني باكل لي هيك بيضتين على السريع، بس أما أبرك أسلق وكذا فبدها وقت. والقلي كمان، القلي كمان بده وقت وهيك. فأنا بحب هيك الأكل السريع أكتر، وخاصة على الفطور. هلا قلت اليوم بدي نوع، بدي حط بيض ونوع وشكل بالأكل، لأنه كنت كتير كتير جوعانة، ولأنه كمان بدي أطلع من البيت، فبدي بدي أكل. أنا رح طول كتير برات البيت، فقلت لا يا بنت، كلي شبعي وبعد اطلعي برات البيت. هلا اليوم بدي اروح على الجلسة الثانية من ازالة تاتو الحواجب. انا حكيت بالفيديو اللي قبل، عملت اول جلسة بصراحة ولا كأنه عاملة شي ولا كأنه مساوية شي، وهلا الجلسة الثانية لازم اعملها. وبدي اشتري لابني كمان بدلين شتوي. رح فرجيكم شو رح اشتري، خليكم معي. هلا هون حطيت زيتون وجبنة وخيار وبندورة وفجل، كمان بدي ادخل خضرة، وحطيت كمان قطعتين من التوست المحمص. هلا انا اغلب الفطور بفطره بال باكل يعني توست اسمر او خبز اسمر. والشاي، هي مي شاي انا حاطه هون، هذا ظرف شاي المشمش. شاي المشمش كتير مفيد للامعاء. وطبعا السكر اللي حطيته هذا اللي شفتوه، هذا السكر اللهم صل على سيدنا محمد، هذا سكر طبيعي. شو روحي دخلنا ابني بده مي وبده علكة عند الصبح، دخلنا على الماركت مشان المي والعلكة. نعم. ايه برافو زي عمو عطاك. روح اعطيه لعمو الصحن، رجع له الصحن لعمو. بيت انا ده ها او نقدة. تمام او نقدة. تمام. روح حطه الزيت، قلت له يلا الحمامات. يلا ديروا رجعوا لعمو. مش بدك تمشي معي؟ ايه امسكني ماما.
هلا هي حلوة إلها كابيشونة. أنا ما بحب هاي القماشة طاول، ما بحبها. طيب بتجي قطعتين مع بنطلون. في هي كمان لقماشة كمان، أنا هي ما بحبها بس بتدفي بالشتاء. وهي هيك بنطلونة باخد له لابني هيك قطعتين بيجامتين بالبيت، فراح اتفرج واشوف. في هيك شي، هاي حلوة. عليها تنزيلات 500 ليرة. وهي بنطلونة هيك، هي من قفا، هذا بنطلونة هيك. رح اخد هي القطعة، مع انه ما بحب هذا النوع من القماش، بس بدي اغير شكل واخد له هيك، بتبقى كتير مريحة. ابني بده من هذا الموديل، انه هدول بيرمزوا لراس السنة، فاخد له وحدة هيك بده، بس الياقة هيك شوي ما حبيتها، فتحة كتير. طيب رح ادور لك على وحدة مقاسك تكرم. بدك هاي؟ ايه تمام. انا هون ماركة الالسي، بحب كتير الموديلات اللي بينزلوها، فما باخد لابني غير من هون، لاولادي كلهم يعني. احيانا باخد من برا، بس بلف برجع لهون، يعني كقماش كقصة كله احلى بكتير من برا. طيب ايش رايك بهاي؟ حلوة لانه هدولك كلهم صغار الحمر ماما. ايش رايك بهاي؟ نمرهم كلها صغيرة هدول، عم بقنعوا بهدول مر. حلو تمام. هاي على مقاسك، هاخد له هاي على مقاسه. عم بيبوسها قال. بفكر كمان اخد له تطبيق من هون، طبق له فوقانية وتحتانية قطن. هلا بعد ما اشتريت الاغراض اخذت له لابني هيك لبس شتوي، الحمد لله رب العالمين، امنت عليه لانه الدنيا برد. هلا بقى رايحة انا اعمل الجلسة الثانية من ازالة التاتو. اول جلسة انا ما استفدت على شيء ابدا، وحكيت انا قلت لها انا على التليفون، قلت لها انا ما استفدت على شيء، كانه مالي عامله شيء ابدا. قالت لي انتي بس جيتي على الصالون انا رح اعمل لك الجلسه الثانيه، وان شاء الله رح تستفيدي على الجلسه الثانيه. ان شاء الله رح اشوف. هلا هذا هو الصالون، وصلت عليه. رح فرجيكم شو اشتريت. اول شي رح فرجيكم هاي الفواحه، هي كمان مع التليفون عرض. انا وقت رحت ما كانت موجودة، وهلا جبتها، يعني صار لي طريق وجبتها. هي هيك صغيرة، بتنشحن وبتنحط هيك طالع روايح، بحط لها زيت ومي وهيك. يعني هيك جنب فنجان القهوة. عندي انا فواحة كبيرة يعني، عندي اياها، بس انه هي جاي مع التليفون، فهلا لصار لي لجبتها. هلا عندي من الالسي، ماركة الالسي، هدول الغراض اللي جبتها. رح طالع قطعة قطعة. هي اول بلوزة، هي ابني نقاها، هي حلوة بس هي بتدل على راس السنة وهيك. ما بحب انا اشتري هيك شي، بس يعني ما لقيت احلى بصراحة، وابني نقاها فقلت خلص باخد هالمرة على ذوقه. وهي الثانية هلا هي انا حبيتها اكتر شوي، يعني بعيدة شوي عن راس السنة. هاي اول وحدة كمان حلوة، يعني هي كطفل انه يلبسها هيك حلوة. هي حبيتها اكتر، الكحلية اكتر من الحمرة. جبت هاي البيجامة، شفتوها انا نقيتها هاي البيجامة.
هاي التحتانية هي للبيت طبعا، وهي الفوقانية. هاي القطعتين ب500. اما هدول البلوزة القطعة الوحدة ب400. هن شوي غاليات بس حلوين يعني. ما لقيت افضل من هيك يعني، ما شفت احسن من هيك، ومضطرة انا على لبس الشتوي فاخدتهم هدول. واخدت بيجامة تطبيق، هذا البنطلون اسود هيك نقيت سواده حلو. فوق نقيت الفوقانية هاي. شوفوا الفوقانية مع الكابيشونة ما احلاها. شوفوا الفوقانية هيك بس لحتى تبين عليكم، شايفينها؟ كمان سميكة ونوعيتها كتير ممتازة. كمان احلى من هيك ما لقيت بصراحة، فاضطريت اخد هدول القطع اللي هلا شفتوهم. هي تمشاية حال بداية الشتاء، من هون لاخر الشتاء ما بعرف شو بلزمني. بس هدول الاغراض حبيت افرجيكم اياهم. صبايا هون انا وقت رحت على جلسة التاتو كان ما في ابر، مو موجود ابر، رغم انه انا اخذ الموعد من قبل وتواصلت معها بالتليفون واكدت الموعد. وبعد ما رحت شو بتقلي انه ما في ابر. طب تمام ما في ابر، ليش خليتيني اجي؟ فرجعت عطتني موعد مرة تانية. وبصراحة انا بعد الفيديو رجعت رحت على الموعد الثاني، واللهم صل على سيدنا محمد. كانت هي مرضانة، يعني هي كانت عاملة عملية وكانت مرضانة وما لها موجودة، لأنه هي وعدتني إنه هي صاحبة الصالون، هي صاحبة الصالون لبنانية، فهي وعدتني إنه هي تعمل لي الحواجب. فكانت مريضة واللي عندها مشغولين، يعني اللي عندها بالصالون مالهم فاضيين. فقلت لها أنا هي صار المرة الثانية بتسوي فيني هيك. فرجعت على البيت تحسبي ربي عليها ألف عافية، يلا مو مشكلة، استني يا مرة يا بنت المرة الثالثة إن شاء الله الثالثة ثابتة. يعني بصراحة أنا كتير تنازعت، كتير تنازعت من هذا الشيء اللي عملته معي بصراحة. بس مع هيك أنا ما رح أحكي عن النتيجة لحتى أنا خلص على أخير الجلسات وبقلكن إنه يا تعملوا هي الطريقة لإزالة الحواجب التاتو يا إلا لا. فلازم أنا أنصحكم. هون صبايا جيت بقى بدي اعمل اكله سريعه. انا هون كنت مبهره، اللهم صل على سيدنا محمد، اللحمه حطيت لها ملح وبهار تقريبا نص كيلو، وحطيت لها شوي فلفله حمراء ودعبلتها وتركتها على طرف. شفتوا بالبدايه قليتها انا بزيت زيتون وزبده. وبعدين بعد ما شلتها قليتها ضفت البصل جناح وهي فوقها الفلفله. هلا هي الاكله السريعه هي بدي اعملها هي كباب هندي، بس لانه على السرعه انا ما بدي احطها بالفرن. انا كل مره بعملها بالفرن، بسوي اللحمه بالفرن وهدول الخضار بعملهم على النار وبعدهم بضيفهم فوق اللحمه بصينيه الفرن وفوتهم على الفرن. بس هالمره انا بدي اعملها كلها على النار. مثل ما شفتوا بالبدايه قليت اللحمه، واللحمه انا ما بعملها دوائر، بعملها بشكل تاني بالفرن. بعد ما قليت البصل بالفليفله حطيت معلقة دبس بندورة وقليتها معه. وبعدين اخر شي طبيت البندورة، طبعا كنت حاطة مع البصلة والفليفلة حاطة ملح مشان البصلة تدبل بسرعة. بعد ما طبيت البندورة تركتها تستوي هيك البندورة على طرف. وهلا عم ضيف لها الملح وراح اضيف لها كاري وبهار. هلا انتو اللهم صل على سيدنا محمد، البهارات اللي بتحبوها فيكم تضيفوها، بس انا كتير بحب مع الكاري بحب البهار بكمية كبيرة، البهار التركي والملح. هدول 3 المكونات انا اكتفيت فيهم. بس انا نسيت لكم انه انا حاطه مع اللحمه حاطه كمان توم، حاطه كميه توم منيحه مع اللحمه. نسيت لكم هاي كتير ضروريه مع الكباب الهندي. يعني اللحمه تتبيلتها ملح وبهار وفلفله حمراء او بابريكا، وحطيت مع توم، والبصل مع البندورة والفلفلة. هلا هون بعد ما استوت البندورة طبيت اللحمة، وهون على طرف كنت طرف الثاني عم بعمل رز بالشعرية، وهون طفت معي الإضاءة.
هون أنا متعودة أحمّص الشعرية بالزيت النباتي، بعد ما حطيت زيت نباتي تذكّرت وكمّلت بزيت الزيتون، لإنه خلص أنا الزيت نباتي ما بقى أدخله لبيتي أبدًا، أبدًا. فقُلت بما إنه موجود وخلص حطيت نسيت، فخلص كمّلت بشوية زيت نباتي وكمّلت بزيت الزيتون. بعد ما حمّصت الشعرية حطيت الرز والملح، وهلّأ رح ضيف المي وغطّيهم. طبعًا أنا بالأخير بعد ما يستوي الرز باحط له سمنة، يعني باحط له هيك معلقتين سمنة وباحرّكه وباتركه هيك 5 دقايق يتشرّب، يغِب السمنة أو الزبدة الحيواني أو حتى السمنة حيوانية، ما بقى أجيب سمنة نباتية أبدًا، أبدًا. وهلأ هون صار الرز معي تقريبًا جاهز، والأكلة هي التانية كمان جاهزة، بس حبيت ضيف لها كمان شوية كاسة مي. ليش؟ لأنه جنبها رز، يعني أنا ما بدي إياها تكون ناشفة. الكباب الهندي ما لازم يكون ناشف، لازم يكون هيك فيه شوي مرقة بيطلع أطيب. فأنا سمعت بالأكلة هي المصرية اللي اسمها اليوم ما سمعتها وأنا كنت فاتحة بس معكم، اسمها الحواوشي. كمان فيها هيك لحمة ناعمة وفيها بندورة، فحبيت إني أعملها. وهي هون أكلتي صارت جاهزة. نسيت أقلكن إنه أنا بركت بدي آكل لحالي لأنه كنت كتير جوعانة وأنا برات البيت بصراحة ما استنيت ولادي أبدا. حطيت هالفجلات وهالفليفلة وجهزت صحني وقعدت آكل لحالي لأنه كنت كتير كتير جوعانة بما إنه الأكل سخن. واشتهيتكن معي يا صبايا، اشتهيت صبايا اللايف معي. صبايا شكرا لأنه وصلتوا لهون لآخر الفيديو. بتمنى منكم اللي ما عمل لايك يعمل لي لايك، واللي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة فضلا وليس أمرا. وبشوفكن في فيديو جديد وبس جديد، وباي باي.